السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح الهنا. تعالوا نعمل مع بعض وصفة جميلة. هنعمل كيكة بالمانجا، كيكة فانيليا بالمانجا تحفة. ماشي معانا طبعا الكيكة دي ما بتستعمليش معاها غير زبدة و... وبيض، بس انا بزود حاجات كده، ايه التاتش بتاعي. معانا شوية كريم شانتيه، انا كنت متبقيين من وصفة معايا قبل كده، فهعملهم بالمضرب كده علشان ايه، بالعجان يعني، عشان يرجعوا يهيشوا تاني. شايفين؟ بعمله كده عشان اللي في الجناب، اللي متعلق في الجناب ده يرجع تاني يعني. كده خلاص خلصنا اهوت. نحط بقى الكريم شانتيه على جنب. انا بعد ما احطه في الطبق كده هيتضح لي ان هما مش كفايه، يعني هحس ان انا محتاجه تاني، فهنعمل شويه تانيين بس بعد ما نخلص خليط الكيكه بتاعنا. احنا هنا معانا 200 جرام زبده، ومعانا خليط الكيك اللي هو من روز جاردن، روز جاردن تحفة. هنحط الزبدة كده، ماشي، ونفقش عليها البيض، 4 بيضات. دول 200 جرام زبدة على خليط الكيك 400 جرام، دول 200 جرام زبدة و4 بيضات، ماشي. فانا لما باجي اعمل كده انا ببقى حباها منفوشه شويه. دي معلقه سكر بسيطه، هو المفروض ما تحطيش سكر، بس انا بحب السكر فيها زياده شويه فبحط. فالحاجات دي على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. معايا هنا بيكنج باودر، هحط شويه صغيرين، صغيرين خالص على طرف المعلقه، وشويه فانيليا. انا حابه ان الكيكه تبقى هايشه اكتر زي القشطوطه كده، فدي برضو اختياري. انت عايزه تعملي الخليط زي ما مكتوب عليه بالظبط، اللي هو البيض والزبده والخليط، بس براحتك. بس انا بحبه هشش اكتر فبحط يعني ايه، فسفوسه كده بيكنج باودر. هنطلع الخليط بتاعنا اهو. ضربنا الحاجات ونعمت معانا وتجانست مع بعضها كده. المفروض لما نيجي نحط الخليط بقى ما نضربوش في العجان، المفروض نعمله بمضرب اليد عادي. فهنجيب مضرب اليد كده ونعجن الخليط مع بعضه، شايفين؟ عشان يدخلوا يعني ايه، يدخل الهوا كده، شايفين؟ ما بتاخدش وقت خالص الكيكه الجاهزه دي، ما بتاخدش وقت خالص. عايزه تعمليها كيكه من اللي انت بتعمليها في البيت، اللي هي بالبيض والسكر والسمنه والحاجات دي، من غير الخليط بتاع اللي انا جايباه ده، عادي برضو. دي حاجه ترجع لك انت وبراحتك يعني. ماشي. معانا هنا طاجن بايركس مقاس 27. بندهن زيت او سمنه او زبده ايا كان. احنا كده كده مش هنستفيد منه في الطعم في حاجه، لاننا هنحط ورق زبده. يعني احنا بندهن بس لمجرد ان احنا هنحط ورق زبده، ماشي. شايفين؟ انا بقص كده الحته الزياده بس مش اكتر يعني، وهظبطه تاني. انا عايزه اقول لكم ان تسويه الكيك في البايركس خطيره خطيره، حلوه جدا. هنحط هنا اهوت، حطينا الخليط بتاعنا. انا عندي شوكولاته وعندي اللي هي الساده، بس انا كنت حابه اعمل فانيليا، علشان الفانيليا بتبقى، خليط الفانيليا بيبقى خطير مع المانجا والكريم شانتيه. بصوا عندي هنا انا عايزه اعملها نص شوكولاته ونص فانيليا. فانا عندي هنا قطع شوكولاته كانت متكسره مني، فانا حطيتها سليمه زي ما هي كده في جوه الخليط، علشان يبقى خليط الشوكولاته ده جواه حتت شوكولاته سايحه. يعني انا مش عايزه الكيكه نفسها تبقى بالشوكولاته، لا انا عايزاها تبقى بالفانيليا عادي، بس جواها في طعم شوكولاته. لان احنا هنعملها نص فانيليا بالكريم شانتيه بالمانجا، ونص شوكولاته. هنا جايبين الشبكة بتاعتنا اهي عشان نقلب عليها الكيكة. بصوا، خلي بالك بس عشان ما تلسعكيش لانها بتبقى سخنة جدا. بصوا شايفين الكريم الشوكولاتة باينة ازاي؟ ده النص اللي فيه شوكولاتة. هنقلب بقى الكيكة تاني، نحطها في البتاع علشان نحاول ايه، نسقيها لبن. اللبن ده بيبقى دافي يا جماعة، لبن دافي والكيكة سخنة، لبن دافي والكيكة سخنة.
ولما بتحطي اللبن والكيكه مقلوبه على ظهرها بتبقى المسام مفتحه، فبتشرب اللبن احسن من لما تبقى على وشها. انا هنا مش بقسمها، انا هنا بحدد بس خط كده، ابقى عارفه ان النص ده شوكولاته والنص ده ساده، علشان اعرف امشي عليه بالحشو. انا زي ما قلت لكم الكريم شانتيه اللي انا عملته في بدايه الفيديو حسيت ان هو مش هيبقى كفايه، فعملت شويه كمان. طبعا كلنا عارفين الكريم شانتيه بيتعمل ازاي، كريم شانتيه ودي ميه ساقعه متلجه. شايفين عمل معانا شويه، يعني الشويه الصغيرين دول عملوا معانا قد ايه. نفضل نضرب فيه لحد ما يبقى المنقار بتاع الكريم شانتيه بيعمل منقار واقف كده، نعرف كده ان هو مظبوط. بصوا ايوه كده زي الفل. انا حطيتهم كلهم على بعض كده وقسمت. شايفين الكريم شانتيه حلو ازاي؟ حطينا بقى كلها، هنحط الكريم شانتيه على الكيكه كلها. بصوا، وبعدين نبتدي تزيين بقى. الكيكه دي وصفتها سهله وجميله، وعلى ما اعتقد ان مكوناتها موجوده في كل البيوت. نساوي بقى الكريم شانتيه كده عشان ننزل بالحشو. مش عايزين يعني مش لازم تساوي قوي لان كده كده ده كله مش هيبان، يعني احنا كده كده هنحط الحشو ومش هيبين ده كله. المفروض احطها في التلاجة نص ساعة وارجع اعملها تاني. انا كده برضو نفس الحكاية، بعمل خط كده عشان احدد انا انهي النص المانجا وانهي النص الشوكولاتة. نحط بقى المانجا كده، حطي بقى مانجا كويس حبة حلوين عشان تبقى زي القشطوطة كده. شايفين شكلها حلو جدا. هنا نيجي على النص بتاع الشوكولاتة كده نحط الشوكولاتة. طبعا انا غلطت في غلطه انا عملتها، ان انا كنت لسه مسيحه الشوكولاته في الميكرويف وكانت لسه سخنه فحطيتها، فعشان كده اختلطت بالكريم شانتيه. لكن انتي لو عايزه تعمليها استني عليها شويه لما تبرد، بس كده كده مش مشكله، احنا هنحط عليها هنزينها يعني من فوق، فمش فارق معانا قوي. لو انتي فارق معاكي اعملي زي ما انا بقول لك كده، حطي الشوكولاته وهي مش سخنه يعني. حطينا هنا شويه شوكليت شيبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الفل صباح الهنا. تعالوا نعمل مع بعض وصفة جميلة. هنعمل كيكة بالمانجا، كيكة فانيليا بالمانجا تحفة. ماشي معانا طبعا الكيكة دي ما بتستعمليش معاها غير زبدة و... وبيض، بس انا بزود حاجات كده ايه التاتش بتاعي. معانا شوية كريم شانتيه انا كنت متبقيين من وصفة معايا قبل كده، فهعملهم بالمضرب كده علشان ايه بالعجان يعني عشان يرجعوا يهيشوا تاني. شايفين بعمله كده عشان اللي في الجناب اللي متعلق في الجناب ده يرجع تاني يعني. كده خلاص خلصنا اهوت. نحط بقى الكريم شانتيه على جنب. انا بعد ما احطه في الطبق كده هيتضح لي ان هما مش كفايه، يعني هحس ان انا محتاجه تاني، فهنعمل شويه تانيين بس بعد ما نخلص خليط الكيكه بتاعنا. احنا هنا معانا 200 جرام زبده، ومعانا خليط الكيك اللي هو من روز جاردن، روز جاردن تحفة. هنحط الزبدة كده ماشي، ونفقش عليها البيض 4 بيضات. دول 200 جرام زبدة على خليط الكيك 400 جرام، دول 200 جرام زبدة و4 بيضات ماشي. فانا لما باجي اعمل كده انا ببقى حباها منفوشه شويه. دي معلقه سكر بسيطه، هو المفروض ما تحطيش سكر بس انا بحب السكر فيها زياده شويه فبحط، فالحاجات دي على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. معايا هنا بيكنج باودر، هحط شويه صغيرين صغيرين خالص على طرف المعلقه، وشويه فانيليا. انا حابه ان الكيكه تبقى هايشه اكتر زي القشطوطه كده، فدي برضو اختياري. انت عايزه تعملي الخليط زي ما مكتوب عليه بالظبط اللي هو البيض والزبده والخليط بس براحتك، بس انا بحبه هشش اكتر فبحط يعني ايه فسفوسه كده بيكنج باودر. هنطلع الخليط بتاعنا اهو، ضربنا الحاجات ونعمت معانا وتجانست مع بعضها كده. المفروض لما نيجي نحط الخليط بقى ما نضربوش في العجان، المفروض نعمله بمضرب اليد عادي. فهنجيب مضرب اليد كده ونعجن الخليط مع بعضه. شايفين عشان يدخلوا يعني ايه يدخل الهوا كده. شايفين
ما بتاخدش وقت خالص، الكيكه الجاهزه دي ما بتاخدش وقت خالص. عايزه تعمليها كيكه من اللي انت بتعمليها في البيت، اللي هي بالبيض والسكر والسمنه والحاجات دي، من غير الخليط بتاع اللي انا جايباه ده، عادي برضو، دي حاجه ترجع لك انت وبراحتك يعني. ماشي. معانا هنا طاجن بايركس مقاس 27. بندهن زيت او سمنه او زبده ايا كان، احنا كده كده مش هنستفيد منه في الطعم في حاجه، لاننا هنحط ورق زبده. يعني احنا بندهن بس لمجرد ان احنا هنحط ورق زبده. ماشي. شايفين؟ انا بقص كده الحته الزياده بس مش اكتر يعني، وهظبطه تاني. انا عايزه اقول لكم ان تسويه الكيك في البايركس خطيره خطيره، حلوه جدا. هنحط هنا، هو حطينا الخليط بتاعنا. انا عندي شوكولاته وعندي اللي هي الساده، بس انا كنت حابه اعمل فانيليا، علشان الفانيليا بتبقى، خليط الفانيليا بيبقى خطير مع المانجا والكريم شانتيه. بصوا عندي هنا انا عايزه اعملها نص شوكولاته ونص فانيليا، فانا عندي هنا قطع شوكولاته كانت متكسره مني، فانا حطيتها سليمه زي ما هي كده في جوه الخليط، علشان يبقى خليط الشوكولاته ده جواه حتت شوكولاته سايحه. يعني انا مش عايزه الكيكه نفسها تبقى بالشوكولاته، لا انا عايزاها تبقى بالفانيليا عادي، بس جواها فيه طعم شوكولاته، لان احنا هنعملها نص فانيليا بالكريم شانتيه بالمانجا، ونص شوكولاته. هنا جايبين الشبكة بتاعتنا اهي عشان نقلب عليها الكيكة. بصوا، خلي بالك بس عشان ما تلسعكيش لانها بتبقى سخنة جدا. بصوا شايفين الكريم الشوكولاتة باينة ازاي؟ ده النص اللي فيه شوكولاتة. هنقلب بقى الكيكة تاني، نحطها في البتاع علشان نحاول ايه، نسقيها لبن. اللبن ده بيبقى دافي يا جماعة، لبن دافي والكيكة سخنة، لبن دافي والكيكة سخنة. ولما بتحطي اللبن والكيكه مقلوبه على ظهرها بتبقى المسام مفتحه، فبتشرب اللبن احسن من لما تبقى على وشها. انا هنا مش بقسمها، انا هنا بحدد بس خط كده، ابقى عارفه ان النص ده شوكولاته والنص ده ساده، علشان اعرف امشي عليه بالحشو. انا زي ما قلت لكم الكريم شانتيه اللي انا عملته في بدايه الفيديو، وحسيت ان هو مش هيبقى كفايه، فعملت شويه كمان. طبعا كلنا عارفين الكريم شانتيه بيتعمل ازاي، كريم شانتيه ودي ميه ساقعه متلجه. شايفين عمل معانا شويه، يعني الشويه الصغيرين دول عملوا معانا قد ايه. نفضل نضرب فيه لحد ما يبقى المنقار بتاع الكريم شانتيه بيعمل منقار واقف كده، نعرف كده ان هو مظبوط. بصوا، ايوه كده زي الفل. انا حطيتهم كلهم على بعض كده وقسمت. شايفين الكريم شانتيه حلو ازاي؟ حطينا بقى كلها، هنحط الكريم شانتيه على الكيكه كلها. بصوا، وبعدين نبتدي تزيين بقى. الكيكة دي وصفتها سهلة وجميلة، وعلى ما أعتقد إن مكوناتها موجودة في كل البيوت. نساوي بقى الكريم شانتيه كده عشان ننزل بالحشو. مش عايزين يعني، مش لازم تساوي قوي لأن كده كده ده كله مش هيبان، يعني احنا كده كده هنحط الحشو ومش هيبين ده كله. المفروض أحطها في التلاجة نص ساعة وارجع اعملها تاني. انا كده برضو نفس الحكاية، بعمل خط كده عشان احدد انا انهي النص المانجا وانهي النص الشوكولاتة. نحط بقى المانجا كده، حطي بقى مانجا كويس، حبة حلوين عشان تبقى زي القشطوطة كده. شايفين شكلها حلو جدا. هنا نيجي على النص بتاع الشوكولاتة كده، نحط الشوكولاتة. طبعا انا غلطت في غلطه انا عملتها، ان انا كنت لسه مسيحه الشوكولاته في الميكرويف وكانت لسه سخنه فحطيتها، فعشان كده اختلطت بالكريم شانتيه. لكن انتي لو عايزه تعمليها استني عليها شويه لما تبرد، بس كده كده مش مشكله، احنا هنحط عليها هنزينها يعني من فوق، فمش فارق معانا قوي. لو انتي فارق معاكي اعملي زي ما انا بقول لك كده، حطي الشوكولاته وهي مش سخنه يعني. حطينا هنا شويه شوكليت شيبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح الهنا. تعالوا نعمل مع بعض وصفة جميلة. هنعمل كيكة بالمانجا، كيكة فانيليا بالمانجا تحفة. ماشي. معانا طبعا الكيكة دي ما بتستعمليش معاها غير زبدة
وبيض، بس انا بزود حاجات كده ايه التاتش بتاعي. معانا شويه كريم شانتيه انا كنت متبقيين من وصفه معايا قبل كده، فهعملهم بالمضرب كده علشان ايه بالعجان يعني عشان يرجعوا يهيشوا تاني. شايفين بعمله كده عشان اللي في الجناب اللي متعلق في الجناب ده يرجع تاني يعني. كده خلاص خلصنا اهوت. نحط بقى الكريم شانتيه على جنب. انا بعد ما احطه في الطبق كده هيتضح لي ان هما مش كفايه يعني، هحس ان انا محتاجه تاني، فهنعمل شويه تانيين بس بعد ما نخلص خليط الكيكه بتاعنا. احنا هنا معانا 200 جرام زبده، ومعانا خليط الكيك اللي هو من روز جاردن. روز جاردن تحفه. هنحط الزبده كده ماشي، ونفقش عليها البيض 4 بيضات. دول 200 جرام زبدة على خليط الكيك 400 جرام، دول 200 جرام زبدة و4 بيضات ماشي. فانا لما باجي اعمل كده انا ببقى حباها منفوشه شويه. دي معلقه سكر بسيطه، هو المفروض ما تحطيش سكر بس انا بحب السكر فيها زياده شويه فبحط. فالحاجات دي على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. معايا هنا بيكنج باودر، هحط شويه صغيرين صغيرين خالص على طرف المعلقه، وشويه فانيليا. انا حابه ان الكيكه تبقى هايشه اكتر زي القشطوطه كده، فدي برضو اختياري. انت عايزه تعملي الخليط زي ما مكتوب عليه بالظبط اللي هو البيض والزبده والخليط بس براحتك، بس انا بحبه هشش اكتر فبحط يعني ايه فسفوسه كده بيكنج باودر. هنطلع الخليط بتاعنا اهو. ضربنا الحاجات ونعمت معانا وتجانست مع بعضها كده. المفروض لما نيجي نحط الخليط بقى ما نضربوش في العجان، المفروض نعمله بمضرب اليد عادي. فهنجيب مضرب اليد كده ونعجن الخليط مع بعضه. شايفين عشان يدخلوا يعني ايه يدخل الهوا كده. شايفين ما بتاخدش وقت خالص الكيكه الجاهزه دي، ما بتاخدش وقت خالص. عايزه تعمليها كيكه من اللي انت بتعمليها في البيت اللي هي بالبيض والسكر والسمنه والحاجات دي من غير الخليط بتاع اللي انا جايباه ده عادي برضو، دي حاجه ترجع لك انت وبراحتك يعني ماشي. معانا هنا طاجن بايركس مقاس 27. بندهن زيت او سمنه او زبده ايا كان. احنا كده كده مش هنستفيد منه في الطعم في حاجه لاننا هنحط ورق زبده، يعني احنا بندهن بس لمجرد ان احنا هنحط ورق زبده ماشي. شايفين انا بقص كده الحته الزياده بس مش اكتر يعني، وهظبطه تاني. انا عايزه اقول لكم ان تسويه الكيك في البايركس خطيره خطيره حلوه جدا. هنحط هنا اهوت حطينا الخليط بتاعنا. انا عندي شوكولاته وعندي اللي هي الساده، بس انا كنت حابه اعمل فانيليا علشان الفانيليا بتبقى خليط الفانيليا بيبقى خطير مع المانجا والكريم شانتيه. بصوا عندي هنا انا عايزه اعملها نص شوكولاته ونص فانيليا. فانا عندي هنا قطع شوكولاته كانت متكسره مني، فانا حطيتها سليمه زي ما هي كده في جوه الخليط علشان يبقى خليط الشوكولاته ده جواه حتت شوكولاته سايحه. يعني انا مش عايزه الكيكه نفسها تبقى بالشوكولاته، لا انا عايزاها تبقى بالفانيليا عادي بس جواها فيه طعم شوكولاته، لان احنا هنعملها نص فانيليا بالكريم شانتيه بالمانجا ونص شوكولاته. هنا جايبين الشبكة بتاعتنا اهي عشان نقلب عليها الكيكة. بصوا خلي بالك بس عشان ما تلسعكيش لانها بتبقى سخنة جدا. بصوا شايفين الكريم الشوكولاتة باينة ازاي، ده النص اللي فيه شوكولاتة. هنقلب بقى الكيكة تاني نحطها في البتاع علشان نحاول ايه نسقيها لبن. اللبن ده بيبقى دافي يا جماعة، لبن دافي والكيكة سخنة، لبن دافي والكيكة سخنة. ولما بتحطي اللبن والكيكه مقلوبه على ظهرها بتبقى المسام مفتحه فبتشرب اللبن احسن من لما تبقى على وشها. انا هنا مش بقسمها، انا هنا بحدد بس خط كده ابقى عارفه ان النص ده شوكولاته والنص ده ساده علشان اعرف امشي عليه بالحشو. انا زي ما قلت لكم الكريم شانتيه اللي انا عملته في بدايه الفيديو وحسيت ان هو مش هيبقى كفايه فعملت شويه كمان. طبعا كلنا عارفين الكريم شانتيه بيتعمل ازاي، كريم شانتيه ودي ميه ساقعه متلجه. شايفين
عمل معانا شويه، يعني الشويه الصغيرين دول عملوا معانا قد ايه. نفضل نضرب فيه لحد ما يبقى المنقار بتاع الكريم شانتيه بيعمل منقار واقف كده، نعرف كده ان هو مظبوط. بصوا، ايوه كده زي الفل. انا حطيتهم كلهم على بعض كده وقسمت. شايفين الكريم شانتيه حلو ازاي؟ حطينا بقى كلها، هنحط الكريم شانتيه على الكيكه كلها. بصوا، وبعدين نبتدي تزيين بقى. الكيكه دي وصفتها سهله وجميله، وعلى ما اعتقد ان مكوناتها موجوده في كل البيوت. نساوي بقى الكريم شانتيه كده عشان ننزل بالحشو. مش عايزين يعني، مش لازم تساوي قوي لان كده كده ده كله مش هيبان، يعني احنا كده كده هنحط الحشو ومش هيبين ده كله. المفروض احطها في التلاجة نص ساعة وارجع اعملها تاني. انا كده برضو نفس الحكاية، بعمل خط كده عشان احدد انا انهي النص المانجا وانهي النص الشوكولاتة. نحط بقى المانجا كده. حطي بقى مانجا كويس، حبة حلوين عشان تبقى زي القشطوطة كده. شايفين شكلها حلو جدا. هنا نيجي على النص بتاع الشوكولاتة كده، نحط الشوكولاتة. طبعا انا غلطت في غلطه انا عملتها، ان انا كنت لسه مسيحه الشوكولاته في الميكرويف وكانت لسه سخنه فحطيتها، فعشان كده اختلطت بالكريم شانتيه. لكن انتي لو عايزه تعمليها استني عليها شويه لما تبرد، بس كده كده مش مشكله، احنا هنحط عليها هنزينها يعني من فوق، فمش فارق معانا قوي. لو انتي فارق معاكي اعملي زي ما انا بقول لك كده، حطي الشوكولاته وهي مش سخنه يعني. حطينا هنا شويه شوكليت شيبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح الهنا. تعالوا نعمل مع بعض وصفة جميلة. هنعمل كيكة بالمانجا، كيكة فانيليا بالمانجا تحفة. ماشي معانا طبعا. الكيكة دي ما بتستعمليش معاها غير زبدة و... وبيض، بس انا بزود حاجات كده، ايه التاتش بتاعي. معانا شوية كريم شانتيه، انا كنت متبقيين من وصفة معايا قبل كده، فهعملهم بالمضرب كده علشان ايه، بالعجان يعني، عشان يرجعوا يهيشوا تاني. شايفين بعمله كده عشان اللي في الجناب، اللي متعلق في الجناب ده يرجع تاني يعني. كده خلاص خلصنا اهوت. نحط بقى الكريم شانتيه على جنب. انا بعد ما احطه في الطبق كده هيتضح لي ان هما مش كفايه، يعني هحس ان انا محتاجه تاني، فهنعمل شويه تانيين بس بعد ما نخلص خليط الكيكه بتاعنا. احنا هنا معانا 200 جرام زبده، ومعانا خليط الكيك اللي هو من روز جاردن. روز جاردن تحفة. هنحط الزبدة كده ماشي، ونفقش عليها البيض. 4 بيضات دول 200 جرام زبدة، على خليط الكيك 400 جرام، دول 200 جرام زبدة و4 بيضات. ماشي. فانا لما باجي اعمل كده انا ببقى حباها منفوشه شويه. دي معلقه سكر بسيطه، هو المفروض ما تحطيش سكر، بس انا بحب السكر فيها زياده شويه فبحط. فالحاجات دي على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. معايا هنا بيكنج باودر، هحط شويه صغيرين صغيرين خالص على طرف المعلقه، وشويه فانيليا. انا حابه ان الكيكه تبقى هايشه اكتر زي القشطوطه كده، فدي برضو اختياري. انت عايزه تعملي الخليط زي ما مكتوب عليه بالظبط، اللي هو البيض والزبده والخليط بس، براحتك. بس انا بحبه هشش اكتر فبحط يعني ايه فسفوسه كده بيكنج باودر. هنطلع الخليط بتاعنا اهو. ضربنا الحاجات ونعمت معانا وتجانست مع بعضها كده. المفروض لما نيجي نحط الخليط بقى ما نضربوش في العجان، المفروض نعمله بمضرب اليد عادي. فهنجيب مضرب اليد كده ونعجن الخليط مع بعضه. شايفين عشان يدخلوا يعني ايه، يدخل الهوا كده. شايفين ما بتاخدش وقت خالص، الكيكه الجاهزه دي ما بتاخدش وقت خالص. عايزه تعمليها كيكه من اللي انت بتعمليها في البيت، اللي هي بالبيض والسكر والسمنه والحاجات دي، من غير الخليط بتاع اللي انا جايباه ده، عادي برضو. دي حاجه ترجع لك انت وبراحتك يعني. ماشي. معانا هنا طاجن بايركس مقاس 27. بندهن زيت او سمنه او زبده ايا كان، احنا كده كده مش هنستفيد منه في الطعم في حاجه، لاننا هنحط ورق زبده. يعني احنا بندهن بس لمجرد ان احنا هنحط ورق زبده.
ماشي. شايفين انا بقص كده الحتة الزيادة بس مش اكتر يعني، وهظبطه تاني. انا عايزه اقول لكم ان تسويه الكيك في البايركس خطيره خطيره، حلوه جدا. هنحط هنا اهوت، حطينا الخليط بتاعنا. انا عندي شوكولاته وعندي اللي هي الساده، بس انا كنت حابه اعمل فانيليا، علشان الفانيليا بتبقى خليط الفانيليا بيبقى خطير مع المانجا والكريم شانتيه. بصوا عندي هنا انا عايزه اعملها نص شوكولاته ونص فانيليا، فانا عندي هنا قطع شوكولاته كانت متكسره مني، فانا حطيتها سليمه زي ما هي كده في جوه الخليط، علشان يبقى خليط الشوكولاته ده جواه حتت شوكولاته سايحه. يعني انا مش عايزه الكيكه نفسها تبقى بالشوكولاته، لا انا عايزاها تبقى بالفانيليا عادي، بس جواها فيه طعم شوكولاته، لان احنا هنعملها نص فانيليا بالكريم شانتيه بالمانجا، ونص شوكولاته. هنا جايبين الشبكة بتاعتنا اهي عشان نقلب عليها الكيكة. بصوا خلي بالك بس عشان ما تلسعكيش لانها بتبقى سخنة جدا. بصوا شايفين الكريم الشوكولاتة باينة ازاي، ده النص اللي فيه شوكولاتة. هنقلب بقى الكيكة تاني، نحطها في البتاع علشان نحاول ايه نسقيها لبن. اللبن ده بيبقى دافي يا جماعة، لبن دافي والكيكة سخنة، لبن دافي والكيكة سخنة. ولما بتحطي اللبن والكيكه مقلوبه على ظهرها بتبقى المسام مفتحه، فبتشرب اللبن احسن من لما تبقى على وشها. انا هنا مش بقسمها، انا هنا بحدد بس خط كده، ابقى عارفه ان النص ده شوكولاته والنص ده ساده، علشان اعرف امشي عليه بالحشو. انا زي ما قلت لكم الكريم شانتيه اللي انا عملته في بدايه الفيديو وحسيت ان هو مش هيبقى كفايه، فعملت شويه كمان. طبعا كلنا عارفين الكريم شانتيه بيتعمل ازاي، كريم شانتيه ودي ميه ساقعه متلجه. شايفين عمل معانا شويه، يعني الشويه الصغيرين دول عملوا معانا قد ايه. نفضل نضرب فيه لحد ما يبقى المنقار بتاع الكريم شانتيه بيعمل منقار واقف كده، نعرف كده ان هو مظبوط. بصوا ايوه كده زي الفل. انا حطيتهم كلهم على بعض كده وقسمت. شايفين الكريم شانتيه حلو ازاي؟ حطينا بقى كلها، هنحط الكريم شانتيه على الكيكه كلها. بصوا وبعدين نبتدي تزيين بقى. الكيكة دي وصفتها سهلة وجميلة، وعلى ما أعتقد إن مكوناتها موجودة في كل البيوت. نساوي بقى الكريم شانتيه كده عشان ننزل بالحشو. مش عايزين يعني مش لازم تساوي قوي لأن كده كده ده كله مش هيبان، يعني احنا كده كده هنحط الحشو ومش هيبين ده كله. المفروض أحطها في التلاجة نص ساعة وارجع اعملها تاني. انا كده برضو نفس الحكاية، بعمل خط كده عشان احدد انا انهي النص المانجا وانهي النص الشوكولاتة. نحط بقى المانجا كده، حطي بقى مانجا كويس حبة حلوين عشان تبقى زي القشطوطة كده. شايفين شكلها حلو جدا. هنا نيجي على النص بتاع الشوكولاتة كده، نحط الشوكولاتة. طبعا انا غلطت في غلطه انا عملتها، ان انا كنت لسه مسيحه الشوكولاته في الميكرويف وكانت لسه سخنه فحطيتها، فعشان كده اختلطت بالكريم شانتيه. لكن انتي لو عايزه تعمليها استني عليها شويه لما تبرد، بس كده كده مش مشكله، احنا هنحط عليها هنزينها يعني من فوق، فمش فارق معانا قوي. لو انتي فارق معاكي اعملي زي ما انا بقول لك كده، حطي الشوكولاته وهي مش سخنه يعني. حطينا هنا شويه شوكليت شيبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الفل صباح الهنا. تعالوا نعمل مع بعض وصفة جميلة. هنعمل كيكة بالمانجا، كيكة فانيليا بالمانجا تحفة. ماشي معانا طبعا الكيكة دي ما بتستعمليش معاها غير زبدة وبيض، بس انا بزود حاجات كده ايه التاتش بتاعي. معانا شوية كريم شانتيه انا كنت متبقيين من وصفة معايا قبل كده، فهعملهم بالمضرب كده علشان ايه بالعجان يعني عشان يرجعوا يهيشوا تاني. شايفين بعمله كده عشان اللي في الجناب اللي متعلق في الجناب ده يرجع تاني يعني. كده خلاص خلصنا اهوت.
نحط بقى الكريم شانتيه على جنب. انا بعد ما احطه في الطبق كده هيتضح لي ان هما مش كفايه، يعني هحس ان انا محتاجه تاني، فهنعمل شويه تانيين بس بعد ما نخلص خليط الكيكه بتاعنا. احنا هنا معانا 200 جرام زبده، ومعانا خليط الكيك اللي هو من روز جاردن، روز جاردن تحفه. هنحط الزبده كده ماشي، ونفقش عليها البيض 4 بيضات. دول 200 جرام زبدة على خليط الكيك 400 جرام، دول 200 جرام زبدة وأربع بيضات ماشي. فأنا لما باجي أعمل كده أنا ببقى حباها منفوشة شوية. دي معلقة سكر بسيطة، هو المفروض ما تحطيش سكر بس أنا بحب السكر فيها زيادة شوية فبحط، فالحاجات دي على حسب الرغبة وعلى حسب الذوق. معايا هنا بيكنج باودر، هحط شوية صغيرين صغيرين خالص على طرف المعلقة، وشوية فانيليا. انا حابه ان الكيكه تبقى هايشه اكتر زي القشطوطه كده، فدي برضو اختياري. انت عايزه تعملي الخليط زي ما مكتوب عليه بالظبط اللي هو البيض والزبده والخليط بس براحتك، بس انا بحبه هشش اكتر فبحط يعني ايه فسفوسه كده بيكنج باودر. هنطلع الخليط بتاعنا اهو، ضربنا الحاجات ونعمت معانا وتجانست مع بعضها كده. المفروض لما نيجي نحط الخليط بقى ما نضربوش في العجان، المفروض نعمله بمضرب اليد عادي. فهنجيب مضرب اليد كده ونعجن الخليط مع بعضه، شايفين؟ عشان يدخلوا يعني ايه، يدخل الهوا كده، شايفين؟ ما بتاخدش وقت خالص الكيكه الجاهزه دي، ما بتاخدش وقت خالص. عايزه تعمليها كيكه من اللي انت بتعمليها في البيت اللي هي بالبيض والسكر والسمنه والحاجات دي من غير الخليط بتاع اللي انا جايباه ده عادي برضو، دي حاجه ترجع لك انت وبراحتك يعني ماشي. معانا هنا طاجن بايركس مقاس 27، بندهن زيت او سمنه او زبده ايا كان، احنا كده كده مش هنستفيد منه في الطعم في حاجه لاننا هنحط ورق زبده، يعني احنا بندهن بس لمجرد ان احنا هنحط ورق زبده ماشي. شايفين؟ انا بقص كده الحته الزياده بس مش اكتر يعني، وهظبطه تاني. انا عايزه اقول لكم ان تسويه الكيك في البايركس خطيره خطيره حلوه جدا. هنحط هنا هو حطينا الخليط بتاعنا. انا عندي شوكولاته وعندي اللي هي الساده، بس انا كنت حابه اعمل فانيليا علشان الفانيليا بتبقى خليط الفانيليا بيبقى خطير مع المانجا والكريم شانتيه. بصوا عندي هنا انا عايزه اعملها نص شوكولاته ونص فانيليا، فانا عندي هنا قطع شوكولاته كانت متكسره مني، فانا حطيتها سليمه زي ما هي كده في جوه الخليط علشان يبقى خليط الشوكولاته ده جواه حتت شوكولاته سايحه. يعني انا مش عايزه الكيكه نفسها تبقى بالشوكولاته، لا انا عايزاها تبقى بالفانيليا عادي بس جواها في طعم شوكولاته، لان احنا هنعملها نص فانيليا بالكريم شانتيه بالمانجا ونص شوكولاته. هنا جايبين الشبكة بتاعتنا اهي عشان نقلب عليها الكيكة. بصوا خلي بالك بس عشان ما تلسعكيش لانها بتبقى سخنة جدا. بصوا شايفين الكريم الشوكولاتة باينة ازاي؟ ده النص اللي فيه شوكولاتة. هنقلب بقى الكيكة تاني نحطها في البتاع علشان نحاول ايه نسقيها لبن. اللبن ده بيبقى دافي يا جماعة، لبن دافي والكيكة سخنة، لبن دافي والكيكة سخنة. ولما بتحطي اللبن والكيكه مقلوبه على ظهرها بتبقى المسام مفتحه فبتشرب اللبن احسن من لما تبقى على وشها. انا هنا مش بقسمها، انا هنا بحدد بس خط كده ابقى عارفه ان النص ده شوكولاته والنص ده ساده علشان اعرف امشي عليه بالحشو. انا زي ما قلت لكم الكريم شانتيه اللي انا عملته في بدايه الفيديو وحسيت ان هو مش هيبقى كفايه فعملت شويه كمان. طبعا كلنا عارفين الكريم شانتيه بيتعمل ازاي، كريم شانتيه ودي ميه ساقعه متلجه. شايفين عمل معانا شويه، يعني الشويه الصغيرين دول عملوا معانا قد ايه. نفضل نضرب فيه لحد ما يبقى المنقار بتاع الكريم شانتيه بيعمل منقار واقف كده، نعرف كده ان هو مظبوط. بصوا ايوه كده زي الفل. انا حطيتهم كلهم على بعض كده وقسمت، شايفين الكريم شانتيه حلو ازاي؟ حطينا بقى كلها، هنحط الكريم شانتيه على الكيكه كلها. بصوا وبعدين نبتدي تزيين بقى.
الكيكة دي وصفتها سهلة وجميلة، وعلى ما اعتقد ان مكوناتها موجودة في كل البيوت. نساوي بقى الكريم شانتيه كده عشان ننزل بالحشو. مش عايزين يعني مش لازم تساوي قوي لان كده كده ده كله مش هيبان، يعني احنا كده كده هنحط الحشو ومش هيبين ده كله. المفروض احطها في التلاجة نص ساعة وارجع اعملها تاني. انا كده برضو نفس الحكاية، بعمل خط كده عشان احدد انا انهي النص المانجا وانهي النص الشوكولاتة. نحط بقى المانجا كده، حطي بقى مانجا كويس حبة حلوين عشان تبقى زي القشطوطة كده. شايفين شكلها حلو جدا. هنا نيجي على النص بتاع الشوكولاتة كده نحط الشوكولاتة. طبعا انا في غلطة انا عملتها، ان انا كنت لسه مسيحة الشوكولاتة في الميكرويف وكانت لسه سخنة فحطيتها، فعشان كده اختلطت بالكريم شانتيه. لكن انتي لو عايزة تعمليها استني عليها شوية لما تبرد، بس كده كده مش مشكلة، احنا هنحط عليها هنزينها يعني من فوق، فمش فارق معانا قوي. لو انتي فارق معاكي اعملي زي ما انا بقولك كده، حطي الشوكولاتة وهي مش سخنة يعني. حطينا هنا شوية شوكولات شيبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الفل صباح الهنا. تعالوا نعمل مع بعض وصفة جميلة. هنعمل كيكة بالمانجا، كيكة فانيليا بالمانجا تحفة. ماشي معانا طبعا الكيكة دي ما بتستعمليش معاها غير زبدة و... وبيض، بس انا بزود حاجات كده ايه التاتش بتاعي. معانا شوية كريم شانتيه انا كنت متبقيين من وصفة معايا قبل كده، فهعملهم بالمضرب كده علشان ايه بالعجان يعني عشان يرجعوا يهيشوا تاني. شايفين بعمله كده عشان اللي في الجناب اللي متعلق في الجناب ده يرجع تاني يعني. كده خلاص خلصنا اهوت. نحط بقى الكريم شانتيه على جنب. انا بعد ما احطه في الطبق كده هيتضح لي ان هما مش كفايه، يعني هحس ان انا محتاجه تاني، فهنعمل شويه تانيين بس بعد ما نخلص خليط الكيكه بتاعنا. احنا هنا معانا 200 جرام زبده، ومعانا خليط الكيك اللي هو من روز جاردن، روز جاردن تحفة. هنحط الزبدة كده ماشي، ونفقش عليها البيض 4 بيضات. دول 200 جرام زبدة على خليط الكيك 400 جرام، دول 200 جرام زبدة و4 بيضات ماشي. فانا لما باجي اعمل كده انا ببقى حباها منفوشه شويه. دي معلقه سكر بسيطه، هو المفروض ما تحطيش سكر بس انا بحب السكر فيها زياده شويه فبحط، فالحاجات دي على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. معايا هنا بيكنج باودر، هحط شويه صغيرين صغيرين خالص على طرف المعلقه، وشويه فانيليا. انا حابه ان الكيكه تبقى هايشه اكتر زي القشطوطه كده، فدي برضو اختياري. انت عايزه تعملي الخليط زي ما مكتوب عليه بالظبط اللي هو البيض والزبده والخليط بس براحتك، بس انا بحبه هشش اكتر فبحط يعني ايه فسفوسه كده بيكنج باودر. هنطلع الخليط بتاعنا اهو، ضربنا الحاجات ونعمت معانا وتجانست مع بعضها كده. المفروض لما نيجي نحط الخليط بقى ما نضربوش في العجان، المفروض نعمله بمضرب اليد عادي. فهنجيب مضرب اليد كده ونعجن الخليط مع بعضه. شايفين عشان يدخلوا يعني ايه يدخل الهوا كده. شايفين ما بتاخدش وقت خالص، الكيكه الجاهزه دي ما بتاخدش وقت خالص. عايزه تعمليها كيكه من اللي انت بتعمليها في البيت اللي هي بالبيض والسكر والسمنه والحاجات دي من غير الخليط بتاع اللي انا جايباه ده عادي برضو، دي حاجه ترجع لك انت وبراحتك يعني. ماشي معانا هنا طاجن بايركس مقاس 27، بندهن زيت او سمنه او زبده ايا كان. احنا كده كده مش هنستفيد منه في الطعم في حاجه لاننا هنحط ورق زبده، يعني احنا بندهن بس لمجرد ان احنا هنحط ورق زبده ماشي. شايفين انا بقص كده الحته الزياده بس مش اكتر يعني، وهظبطه تاني. انا عايزه اقول لكم ان تسويه الكيك في البايركس خطيره خطيره حلوه جدا. هنحط هنا اهوت حطينا الخليط بتاعنا
انا عندي شوكولاته وعندي اللي هي الساده، بس انا كنت حابه اعمل فانيليا علشان الفانيليا بتبقى خليط الفانيليا بيبقى خطير مع المانجا والكريم شانتيه. بصوا عندي هنا انا عايزه اعملها نص شوكولاته ونص فانيليا، فانا عندي هنا قطع شوكولاته كانت متكسره مني، فانا حطيتها سليمه زي ما هي كده في جوه الخليط علشان يبقى خليط الشوكولاته ده جواه حتت شوكولاته سايحه. يعني انا مش عايزه الكيكه نفسها تبقى بالشوكولاته، لا انا عايزاها تبقى بالفانيليا عادي بس جواها فيه طعم شوكولاته، لان احنا هنعملها نص فانيليا بالكريم شانتيه بالمانجا ونص شوكولاته. هنا جايبين الشبكة بتاعتنا اهي عشان نقلب عليها الكيكة. بصوا خلي بالك بس عشان ما تلسعكيش لانها بتبقى سخنة جدا. بصوا شايفين الكريم الشوكولاتة باينة ازاي، ده النص اللي فيه شوكولاتة. هنقلب بقى الكيكة تاني نحطها في البتاع علشان نحاول ايه نسقيها لبن. اللبن ده بيبقى دافي يا جماعة، لبن دافي والكيكة سخنة، لبن دافي والكيكة سخنة. ولما بتحطي اللبن والكيكه مقلوبه على ظهرها بتبقى المسام مفتحه، فبتشرب اللبن احسن من لما تبقى على وشها. انا هنا مش بقسمها، انا هنا بحدد بس خط كده ابقى عارفه ان النص ده شوكولاته والنص ده ساده علشان اعرف امشي عليه بالحشو. انا زي ما قلت لكم الكريم شانتيه اللي انا عملته في بدايه الفيديو وحسيت ان هو مش هيبقى كفايه فعملت شويه كمان. طبعا كلنا عارفين الكريم شانتيه بيتعمل ازاي، كريم شانتيه ودي ميه ساقعه متلجه. شايفين عمل معانا شويه، يعني الشويه الصغيرين دول عملوا معانا قد ايه. نفضل نضرب فيه لحد ما يبقى المنقار بتاع الكريم شانتيه بيعمل منقار واقف كده، نعرف كده ان هو مظبوط. بصوا ايوه كده زي الفل. انا حطيتهم كلهم على بعض كده وقسمت. شايفين الكريم شانتيه حلو ازاي؟ حطينا بقى كلها، هنحط الكريم شانتيه على الكيكه كلها. بصوا وبعدين نبتدي تزيين بقى. الكيكة دي وصفتها سهلة وجميلة، وعلى ما أعتقد إن مكوناتها موجودة في كل البيوت. نساوي بقى الكريم شانتيه كده عشان ننزل بالحشو. مش عايزين يعني مش لازم تساوي قوي لأن كده كده ده كله مش هيبان، يعني احنا كده كده هنحط الحشو ومش هيبين ده كله. المفروض أحطها في التلاجة نص ساعة وارجع اعملها تاني. انا كده برضو نفس الحكاية، بعمل خط كده عشان احدد انا انهي النص المانجا وانهي النص الشوكولاتة. نحط بقى المانجا كده، حطي بقى مانجا كويس حبة حلوين عشان تبقى زي القشطوطة كده. شايفين شكلها حلو جدا. هنا نيجي على النص بتاع الشوكولاتة كده نحط الشوكولاتة. طبعا انا غلطت في غلطه انا عملتها، ان انا كنت لسه مسيحه الشوكولاته في الميكرويف وكانت لسه سخنه فحطيتها، فعشان كده اختلطت بالكريم شانتيه. لكن انتي لو عايزه تعمليها استني عليها شويه لما تبرد، بس كده كده مش مشكله، احنا هنحط عليها هنزينها يعني من فوق فمش فارق معانا قوي. لو انتي فارق معاكي اعملي زي ما انا بقول لك كده، حطي الشوكولاته وهي مش سخنه يعني. حطينا هنا شويه شوكليت شيبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الفل صباح الهنا. تعالوا نعمل مع بعض وصفة جميلة. هنعمل كيكة بالمانجا، كيكة فانيليا بالمانجا تحفة. ماشي معانا طبعا الكيكة دي ما بتستعمليش معاها غير زبدة وبيض، بس انا بزود حاجات كده ايه التاتش بتاعي. معانا شوية كريم شانتيه انا كنت متبقيين من وصفة معايا قبل كده، فهعملهم بالمضرب كده علشان ايه بالعجان يعني عشان يرجعوا يهيشوا تاني. شايفين بعمله كده عشان اللي في الجناب اللي متعلق في الجناب ده يرجع تاني يعني. كده خلاص خلصنا اهوت. نحط بقى الكريم شانتيه على جنب. انا بعد ما احطه في الطبق كده هيتضح لي ان هما مش كفايه، يعني هحس ان انا محتاجه تاني، فهنعمل شويه تانيين بس بعد ما نخلص خليط الكيكه بتاعنا. احنا هنا معانا 200 جرام زبده، ومعانا خليط الكيك اللي هو من روز جاردن، روز جاردن تحفة. هنحط الزبدة كده ماشي،
ونفقش عليها البيض 4 بيضات. دول 200 جرام زبدة على خليط الكيك 400 جرام، دول 200 جرام زبدة و4 بيضات. ماشي. فانا لما باجي اعمل كده انا ببقى حباها منفوشه شويه. دي معلقه سكر بسيطه، هو المفروض ما تحطيش سكر، بس انا بحب السكر فيها زياده شويه فبحط. فالحاجات دي على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. معايا هنا بيكنج باودر، هحط شويه صغيرين صغيرين خالص على طرف المعلقه، وشويه فانيليا. انا حابه ان الكيكه تبقى هايشه اكتر زي القشطوطه كده، فدي برضو اختياري. انت عايزه تعملي الخليط زي ما مكتوب عليه بالظبط، اللي هو البيض والزبده والخليط بس، براحتك. بس انا بحبه هشش اكتر فبحط يعني ايه فسفوسه كده بيكنج باودر. هنطلع الخليط بتاعنا اهو. ضربنا الحاجات ونعمت معانا وتجانست مع بعضها كده. المفروض لما نيجي نحط الخليط بقى ما نضربوش في العجان، المفروض نعمله بمضرب اليد عادي. فهنجيب مضرب اليد كده ونعجن الخليط مع بعضه. شايفين؟ عشان يدخلوا يعني ايه، يدخل الهوا كده. شايفين؟ ما بتاخدش وقت خالص الكيكه الجاهزه دي، ما بتاخدش وقت خالص. عايزه تعمليها كيكه من اللي انت بتعمليها في البيت، اللي هي بالبيض والسكر والسمنه والحاجات دي، من غير الخليط بتاع اللي انا جايباه ده، عادي برضو. دي حاجه ترجع لك انت وبراحتك يعني. ماشي. معانا هنا طاجن بايركس مقاس 27. بندهن زيت او سمنه او زبده ايا كان. احنا كده كده مش هنستفيد منه في الطعم في حاجه، لاننا هنحط ورق زبده. يعني احنا بندهن بس لمجرد ان احنا هنحط ورق زبده. ماشي. شايفين؟ انا بقص كده الحته الزياده بس مش اكتر يعني، وهظبطه تاني. انا عايزه اقول لكم ان تسويه الكيك في البايركس خطيره خطيره، حلوه جدا. هنحط هنا اهوت، حطينا الخليط بتاعنا. انا عندي شوكولاته وعندي اللي هي الساده، بس انا كنت حابه اعمل فانيليا، علشان الفانيليا بتبقى خليط الفانيليا بيبقى خطير مع المانجا والكريم شانتيه. بصوا عندي هنا انا عايزه اعملها نص شوكولاته ونص فانيليا. فانا عندي هنا قطع شوكولاته كانت متكسره مني، فانا حطيتها سليمه زي ما هي كده في جوه الخليط، علشان يبقى خليط الشوكولاته ده جواه حتت شوكولاته سايحه. يعني انا مش عايزه الكيكه نفسها تبقى بالشوكولاته، لا انا عايزاها تبقى بالفانيليا عادي، بس جواها في طعم شوكولاته. لان احنا هنعملها نص فانيليا بالكريم شانتيه بالمانجا، ونص شوكولاته. هنا جايبين الشبكة بتاعتنا اهي عشان نقلب عليها الكيكة. بصوا خلي بالك بس عشان ما تلسعكيش، لانها بتبقى سخنة جدا. بصوا شايفين الكريم الشوكولاتة باينة ازاي؟ ده النص اللي فيه شوكولاتة. هنقلب بقى الكيكة تاني، نحطها في البتاع علشان نحاول ايه نسقيها لبن. اللبن ده بيبقى دافي يا جماعة، لبن دافي والكيكة سخنة، لبن دافي والكيكة سخنة. ولما بتحطي اللبن والكيكه مقلوبه على ظهرها بتبقى المسام مفتحه، فبتشرب اللبن احسن من لما تبقى على وشها. انا هنا مش بقسمها، انا هنا بحدد بس خط كده، ابقى عارفه ان النص ده شوكولاته والنص ده ساده، علشان اعرف امشي عليه بالحشو. انا زي ما قلت لكم الكريم شانتيه اللي انا عملته في بدايه الفيديو وحسيت ان هو مش هيبقى كفايه، فعملت شويه كمان. طبعا كلنا عارفين الكريم شانتيه بيتعمل ازاي. كريم شانتيه ودي ميه ساقعه متلجه. شايفين عمل معانا شويه، يعني الشويه الصغيرين دول عملوا معانا قد ايه. نفضل نضرب فيه لحد ما يبقى المنقار بتاع الكريم شانتيه بيعمل منقار واقف كده، نعرف كده ان هو مظبوط. بصوا ايوه كده زي الفل. انا حطيتهم كلهم على بعض كده وقسمت. شايفين الكريم شانتيه حلو ازاي؟ حطينا بقى كلها، هنحط الكريم شانتيه على الكيكه كلها. بصوا وبعدين نبتدي تزيين بقى. الكيكه دي وصفتها سهله وجميله، وعلى ما اعتقد ان مكوناتها موجوده في كل البيوت. نساوي بقى الكريم شانتيه كده عشان ننزل بالحشو. مش عايزين يعني مش لازم تساوي قوي لان كده كده ده كله مش هيبان، يعني احنا كده كده هنحط الحشو ومش هيبين ده كله. المفروض احطها في التلاجة نص ساعه،
وارجع اعملها تاني. انا كده برضو نفس الحكايه، بعمل خط كده عشان احدد انا انهي النص المانجا وانهي النص الشوكولاته. نحط بقى المانجا كده، حطي بقى مانجا كويس، حبه حلوين عشان تبقى زي القشطوطه كده. شايفين شكلها حلو جدا. هنا نيجي على النص بتاع الشوكولاته كده، نحط الشوكولاته. طبعا انا غلطت في غلطه انا عملتها، ان انا كنت لسه مسيحه الشوكولاته في الميكرويف وكانت لسه سخنه فحطيتها، فعشان كده اختلطت بالكريم شانتيه. لكن انتي لو عايزه تعمليها استني عليها شويه لما تبرد، بس كده كده مش مشكله، احنا هنحط عليها هنزينها يعني من فوق، فمش فارق معانا قوي. لو انتي فارق معاكي اعملي زي ما انا بقول لك كده، حطي الشوكولاته وهي مش سخنه يعني. حطينا هنا شويه شوكليت شيبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح الهنا. تعالوا نعمل مع بعض وصفة جميلة. هنعمل كيكة بالمانجا، كيكة فانيليا بالمانجا تحفة. ماشي معانا طبعا الكيكة دي ما بتستعمليش معاها غير زبدة وبيض، بس انا بزود حاجات كده، ايه التاتش بتاعي. معانا شويه كريم شانتيه، انا كنت متبقيين من وصفه معايا قبل كده، فهعملهم بالمضرب كده علشان ايه، بالعجان يعني، عشان يرجعوا يهيشوا تاني. شايفين بعمله كده عشان اللي في الجناب، اللي متعلق في الجناب ده يرجع تاني يعني. كده خلاص خلصنا اهوت. نحط بقى الكريم شانتيه على جنب. انا بعد ما احطه في الطبق كده هيتضح لي ان هما مش كفايه يعني، هحس ان انا محتاجه تاني، فهنعمل شويه تانيين بس بعد ما نخلص خليط الكيكه بتاعنا. احنا هنا معانا 200 جرام زبده، ومعانا خليط الكيك اللي هو من روز جاردن تحفة. هنحط الزبدة كده ماشي، ونفقش عليها البيض 4 بيضات. دول 200 جرام زبدة على خليط الكيك 400 جرام، دول 200 جرام زبدة و4 بيضات ماشي. فانا لما باجي اعمل كده انا ببقى حباها منفوشه شويه. دي معلقه سكر بسيطه، هو المفروض ما تحطيش سكر، بس انا بحب السكر فيها زياده شويه فبحط. فالحاجات دي على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. معايا هنا بيكنج باودر، هحط شويه صغيرين خالص على طرف المعلقه، وشويه فانيليا. انا حابه ان الكيكه تبقى هايشه اكتر زي القشطوطه كده، فدي برضو اختياري. انت عايزه تعملي الخليط زي ما مكتوب عليه بالظبط، اللي هو البيض والزبده والخليط بس، براحتك. بس انا بحبه هشش اكتر فبحط يعني ايه فسفوسه كده بيكنج باودر. هنطلع الخليط بتاعنا اهو، ضربنا الحاجات ونعمت معانا وتجانست مع بعضها كده. المفروض لما نيجي نحط الخليط بقى ما نضربوش في العجان، المفروض نعمله بمضرب اليد عادي. فهنجيب مضرب اليد كده ونعجن الخليط مع بعضه. شايفين عشان يدخلوا يعني ايه، يدخل الهوا كده. شايفين ما بتاخدش وقت خالص، الكيكه الجاهزه دي ما بتاخدش وقت خالص. عايزه تعمليها كيكه من اللي انت بتعمليها في البيت، اللي هي بالبيض والسكر والسمنه والحاجات دي، من غير الخليط بتاع اللي انا جايباه ده، عادي برضو. دي حاجه ترجع لك انت وبراحتك يعني. ماشي معانا هنا طاجن بايركس مقاس 27. بندهن زيت او سمنه او زبده ايا كان، احنا كده كده مش هنستفيد منه في الطعم في حاجه، لاننا هنحط ورق زبده يعني. احنا بندهن بس لمجرد ان احنا هنحط ورق زبده ماشي. شايفين انا بقص كده الحته الزياده بس مش اكتر يعني، وهظبطه تاني. انا عايزه اقول لكم ان تسويه الكيك في البايركس خطيره حلوه جدا. هنحط هنا اهوت، حطينا الخليط بتاعنا. انا عندي شوكولاته وعندي اللي هي الساده، بس انا كنت حابه اعمل فانيليا، علشان الفانيليا بتبقى خليط الفانيليا بيبقى خطير مع المانجا والكريم شانتيه. بصوا عندي هنا انا عايزه اعملها نص شوكولاته ونص فانيليا. فانا عندي هنا قطع شوكولاته كانت متكسره مني، فانا حطيتها سليمه زي ما هي كده في جوه الخليط، علشان يبقى خليط الشوكولاته ده جواه
حتت شوكولاته سايحه. يعني انا مش عايزه الكيكه نفسها تبقى بالشوكولاته، لا انا عايزاها تبقى بالفانيليا عادي بس جواها في طعم شوكولاته، لان احنا هنعملها نص فانيليا بالكريم شانتيه بالمانجا ونص شوكولاته. هنا جايبين الشبكه بتاعتنا اهي عشان نقلب عليها الكيكه. بصوا خلي بالك بس عشان ما تلسعكيش لانها بتبقى سخنه جدا. بصوا شايفين الكريم الشوكولاته باينه ازاي؟ ده النص اللي فيه شوكولاته. هنقلب بقى الكيكه تاني نحطها في البتاع علشان نحاول ايه نسقيها لبن. اللبن ده بيبقى دافي يا جماعه، لبن دافي والكيكه سخنه، لبن دافي والكيكه سخنه. ولما بتحطي اللبن والكيكه مقلوبه على ظهرها بتبقى المسام مفتحه، فبتشرب اللبن احسن من لما تبقى على وشها. انا هنا مش بقسمها، انا هنا بحدد بس خط كده ابقى عارفه ان النص ده شوكولاته والنص ده ساده علشان اعرف امشي عليه بالحشو. انا زي ما قلت لكم الكريم شانتيه اللي انا عملته في بدايه الفيديو وحسيت ان هو مش هيبقى كفايه فعملت شويه كمان. طبعا كلنا عارفين الكريم شانتيه بيتعمل ازاي، كريم شانتيه ودي ميه ساقعه متلجه. شايفين عمل معانا شويه، يعني الشويه الصغيرين دول عملوا معانا قد ايه. نفضل نضرب فيه لحد ما يبقى المنقار بتاع الكريم شانتيه بيعمل منقار واقف كده، نعرف كده ان هو مظبوط. بصوا ايوه كده زي الفل. انا حطيتهم كلهم على بعض كده وقسمت. شايفين الكريم شانتيه حلو ازاي؟ حطينا بقى كلها، هنحط الكريم شانتيه على الكيكه كلها. بصوا وبعدين نبتدي تزيين بقى. الكيكه دي وصفتها سهله وجميله، وعلى ما اعتقد ان مكوناتها موجوده في كل البيوت. نساوي بقى الكريم شانتيه كده عشان ننزل بالحشو. مش عايزين يعني مش لازم تساوي قوي لان كده كده ده كله مش هيبان، يعني احنا كده كده هنحط الحشو ومش هيبين ده كله. المفروض احطها في التلاجة نص ساعه وارجع اعملها تاني. انا كده برضو نفس الحكايه، بعمل خط كده عشان احدد انا انهي النص المانجا وانهي النص الشوكولاته. نحط بقى المانجا كده، حطي بقى مانجا كويس حبه حلوين عشان تبقى زي القشطوطه كده. شايفين شكلها حلو جدا. هنا نيجي على النص بتاع الشوكولاته كده نحط الشوكولاته. طبعا انا في غلطه انا عملتها، ان انا كنت لسه مسيحه الشوكولاته في الميكرويف وكانت لسه سخنه فحطيتها، فعشان كده اختلطت بالكريم شانتيه. لكن انتي لو عايزه تعمليها استني عليها شويه لما تبرد. بس كده كده مش مشكله، احنا هنحط عليها هنزينها يعني من فوق، فمش فارق معانا قوي. لو انتي فارق معاكي اعملي زي ما انا بقول لك كده، حطي الشوكولاته وهي مش سخنه يعني. حطينا هنا شويه شوكليت شيبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الفل صباح الهنا. تعالوا نعمل مع بعض وصفة جميلة. هنعمل كيكة بالمانجا، كيكة فانيليا بالمانجا تحفة. ماشي معانا طبعا الكيكة دي ما بتستعمليش معاها غير زبدة وبيض، بس انا بزود حاجات كده ايه التاتش بتاعي. معانا شويه كريم شانتيه انا كنت متبقيين من وصفه معايا قبل كده، فهعملهم بالمضرب كده علشان ايه بالعجان يعني عشان يرجعوا يهيشوا تاني. شايفين بعمله كده عشان اللي في الجناب اللي متعلق في الجناب ده يرجع تاني يعني. كده خلاص خلصنا اهوت. نحط بقى الكريم شانتيه على جنب. انا بعد ما احطه في الطبق كده هيتضح لي ان هما مش كفايه، يعني هحس ان انا محتاجه تاني، فهنعمل شويه تانيين بس بعد ما نخلص خليط الكيكه بتاعنا. احنا هنا معانا 200 جرام زبده، ومعانا خليط الكيك اللي هو من روز جاردن تحفه. هنحط الزبده كده ماشي، ونفقش عليها البيض 4 بيضات. دول 200 جرام زبده على خليط الكيك 400 جرام، دول 200 جرام زبده و4 بيضات ماشي.
فانا لما باجي اعمل كده انا ببقى حباها منفوشه شويه. دي معلقه سكر بسيطه، هو المفروض ما تحطيش سكر، بس انا بحب السكر فيها زياده شويه فبحط. فالحاجات دي على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. معايا هنا بيكنج باودر، هحط شويه صغيرين صغيرين خالص على طرف المعلقه، وشويه فانيليا. انا حابه ان الكيكه تبقى هايشه اكتر زي القشطوطه كده، فدي برضو اختياري. انت عايزه تعملي الخليط زي ما مكتوب عليه بالظبط، اللي هو البيض والزبده والخليط، بس براحتك. بس انا بحبه هشش اكتر فبحط يعني ايه فسفوسه كده بيكنج باودر. هنطلع الخليط بتاعنا اهو، ضربنا الحاجات ونعمت معانا وتجانست مع بعضها كده. المفروض لما نيجي نحط الخليط بقى ما نضربوش في العجان، المفروض نعمله بمضرب اليد عادي. فهنجيب مضرب اليد كده ونعجن الخليط مع بعضه، شايفين؟ عشان يدخلوا يعني ايه، يدخل الهوا كده.